اخليها حمية. هخلي حواجبها طويلة عشان لما ارسم الايلاينر ينتهي الايلاينر مع حواجب. انا ما ابطل تقمص شخصية الميك اب ارتست، لازم تشرح بدون شرح بس هتصير ميك اب. يلا شوفوا، نرفع الحاجب واسيبها بس دقايق تنشف. هحط الكونسيلر قبل ما الجل حق الحواجب ينشف وابدا ارسمهم. طيب هختار لك درجة واحدة كونسيلر، انا ما شاء الله ما عندي كالات. تعالي فوق. حطينا الكونسيلر خلاص دمجت لها اياه. الحين حثبت بباودر وارجع للحواجب. تعالي فوق. الحاجب الاول شوفوا طولته، اعطيت مساحة. صار هذا الحاجب اقصر يعني عين اصغر، هذا حاجب اطول يعني عين اكبر. هرسم الثاني بنفس الطريقة. استخدم قلمين كات فون دي واستخدم ذا بالم او بنفت صح هذا؟ ايوه بنفت رقم 5. خلصنا الحاجب، رسمنا الحاجبين. الحين حسوي لها شادو، حسوي لها سموكي بني محمر كذا شوي على طوبي. احب هذا اللون، احس اللون الاحمر في العين يحلي. طبعا تجنبوا الأصوات اللي في الغرفة لأن العائلة الكريمة كلها في الغرفة. خلاص تعبت أسوي كنترول. عيشوا حياتكم. طالع فوق. مرة أحب الشادو الطوبي اللي على أحمر مع عدسات بني، ما تخيلوا قديش يطلع حلو. أسوي ايلاينر. شوفوا راح اقصقص الرموش واخدها على عينها بالضبط. قصيت من هنا ومن هنا، اخذت اول لاين واخر لاين. شوفوا راح اقصقص الرموش.
طيب ابغى اوريكم غراهم قد ايش سهل وينشف بسرعة. طالعي تحت، توني حاطتها، لا تغمضي بس طالعي تحت. احسن طريقة لتركيب الرموش انكم ما تغمضوا عيونكم، بس طالعوا تحت. طالعي فوق. ياي ما شاء الله، طالعي فيهم طالعي فيهم. شوفوا جمال رموشهم. ايش استخدمنا؟ شوف فرق العين، تغير توتالي الميك اب. اسمها سلاي، شايفين؟ فظيعة. الحين حركب الرمش الثاني، وبعد كذا حنبدأ فقرتكم اللي تحبوها اللي هي الكونتور. تعالي تحت. تعالي فيهم. كيف شكلها؟ مرة حلوة. طيب قبل ما امسكر تحت حرجع اعيد بالشادو. اعطيني فرشتهم حقت الشادو، اصغر واحدة. هستخدم فرشة الدمج برضو من بلينك، منزلين لاين فرش عجيب للدمج، شايفينها؟ غمضي. هزود شوية بني عند زاوية العين بس عشان احددها زيادة، واسحبه لبرا. اسوي لها كونتور. طيب غزل بس تحتاج كونتور اخر خشمة، يعني هنا عظمتها نحيفة ما فيها شيء، بس حنسوي كذا. وحرفعه من هنا. اوكي بعدين هاخذ اللون الفاتح هذا الكونتور بالضبط اللي هي تحتاجه. الحين حدمج، حسيبهم شوية، احط مسكرة تحت العين وارجع ادمجهم ثاني. تعالي فوق. قاعدة ادمج الكونتور حق الانف على فوق، ودخلته لو تلاحظوا لعظمة العين عشان يصير شكله طبيعي وما يبين انه كونتور. دخله مع الشادو حق العين. والحين هحط الهايلايت في الاماكن الفاتحة اللي حطيتها. هستخدم فرشة برضو من بلينك للهايلايت على الخد. حبيتها لانها كبيرة وفلافي، ما راح تبقى لي الهايلايت. شوفوا راح اخذ الهايلايت هتعطيني هو قطعة واحدة. شفتوا في شوي هناك. اوكي حنكمل الميك اب. طفى الجوال سوري، رجعنا لكم. كونتور اشوف الخد الثاني. ستريت. الحين هحط له بلشر على شوية بينك عشان كذا يعطي وجه شوية حياة. هتشوفوا كيف حيتغير اللوك توتال اول ما احط البلشر البينك.
رايكم؟ حلو ناعم. طالي تحت، طالي فيا. حتى سويت لها الايلاينر مرة خفيف. شوفوا جمال الميك اب والرموش، شوفوا جمال الميك اب والرموش. يلا هلا، مرة ستايلي هذا الميك اب. شوفوا الحواجب كيف رسمناها شعرات، شعرات دقيقة.